انا جربت اعمل محتوى بالذكاء الاصطناعي واكسب منه فلوس في 7 ايام بس، وده اللي حصل. انا محمد ايهاب وبجرب طرق بتجيب فلوس عشان اوفر عليك وقت ومجهود وفلوس. اول يوم عملت ايميل جديد واخترت الاسم بتاعه والمواضيع اللي هنزلها. كان اهم حاجه عندي ان اخرج بره المنافسه واحاول استغل الاي اي غلط على قد ما اقدر. لقيت معظم الناس بتنزل فيديوهات فقررت ان انا انزل صور، بس مش اي صور. اليوم التاني بدات على طول على التنفيذ. خليت شات جي بي تي يختار لي المواضيع اللي هتكلم عنها، زي مثلا 5 جمل ما تقولهاش لحد وهو زعلان، 3 صفات في الراجل الشرقي، رساله فراق من قطه لبنتها، ما تزعليش انا مش بعيد. وهكذا. اليوم التالت بدات على طول في التنفيذ واخدت المواضيع اللي هو قال لي عليها ودخلت على كانفا عشان احولها لتصميمات، واخيرا بدات انزل اول كام تصميم على التيك توك. نمت وصحيت على اليوم الرابع ولقيت حاجه ما كنتش متوقعها خالص. الحمد لله الاكونت وصل اكتر من 1000 متابع. اتحمست اكتر وكملت شغل وبدات اصحى انزل بوستات وانام تاني، اصحى انزل بوستات وانام تاني. واليوم السابع حصل حاجه غريبه جدا. للاسف لقيت ان تيك توك موقف لي كذا بوست وبيقول لي انهم مش مناسبين لتيك توك. هنا كانت النقطه الفاصله، لاني فكرت بصراحه اوقف بس ما خدتش في بالي وقررت اكمل. والحمد لله بعد 7 ايام تنزيل محتوى وصلت الرقم خيالي. الفيديو الجاي هقول لك بالظبط ازاي تحول الارقام دي لفلوس حقيقيه. فلو مهتم تكسب من الاي اي اعمل لي فولو. دي كانت النتيجه، اكتر من 11000 متابع واكتر من 2 مليون مشاهده.